بترضع وجايه غصب عنها وعايزينها تخس وعلاقتها بايظه اصلا بالدايت وبتكره الدايت وجايبينها لي عشان تخس، والمفاجاه ان هي نزلت اكتر من 20 كيلو وهي بترضع ومن غير ما تعمل دايت. علاقتها اتغيرت تماما بورقه الدايت. هي كان عندها فوبيا اقسم بالله، يعني وانا كنت بطبع لها الدايت كده كنت حاسه انها متوتره جدا وهي بتاخد مني الورق. طول ما عندنا اراده مفيش حاجه هتوقفنا في بدايه جديده مع رحاب الشناوي. يا اهلا وسهلا ومع حكايه جديده من حكايات بدايه جديده. حكايه النهارده بتتكلم عن الاصرار والاراده بجد. يعني في كام شخصيه كده عمري ما انساهم، منهم الحكايه دي قوه اراده غير طبيعيه، مع ان كان عندها باد هيستوري غير طبيعي مع الدايت. يعني قبل كده لما كانت بتعمل دايت او الفيدباك اللي حواليها مبوظ علاقتها تماما بالدايت وكره الدايت واللي بيعملوا الدايت، بس طبعا كانت حماتها اللي جايباها وجوزها عايزينها تخس، وايه بترضع كمان، بترضع وجايه غصب عنها وعايزينها تخس وعلاقتها بايظه اصلا بالدايت وبتكره الدايت وجايبينها لي عشان تخس، والمفاجاه ان هي نزلت اكتر من 20 كيلو وهي بترضع ومن غير ما تعمل دايت. والله اللي حصل ايه، هي طبعا جايه لي كان وزنها زياده قوي، عادي جدا عملنا الاسسمنت بتاعنا وشفنا القصه وفهمت ان هي علاقتها بايظه بالدايت والفيدباك بتاعها عن الدايت زي الزفت، وان هو حاجه حرمان وان هو حاجه مرار طافح وان الدايت ده حاجه سواد بعيد عنك. بس انا طبعا لازم اخس يا ست الكل، انت بترضعي اصلا. يعني قصه طب سيبوها يا جدعان لما تخلص رضاعه تمام، مفيش. انا مع الرضاعه والحمل، او انا اصلا ما بعملش برضه، انا ضد كلمه دايت اصلا يعني باي ذا واي، بس اقصد ان بالذات مع حامل او بترضع الموضوع لا، الموضوع لازم يبقى مفهوم كويس جدا. مفيش حاجه اسمها حامل وبترضع وتعملي دايت، دي كده على الجنب. بدانا نعمل نظام غذائي، بدانا نظبط اللايف ستايل بتاعنا، بدانا نشتغل على البيلرز بتاعتنا، بدانا نحط الاهداف بتاعتنا، بدات هي تبدا تشتغل على هدف. المفاجاه بقى ان هي نزولها كان اللهم بارك حلو قوي، واصرارها والتحدي اللي كون جواها ان هي الفيدباك اللي بيتقال عليها كان هو اللي مقويها. واول ما لقت نفسها نزلت مع ان مش ممنوعه من حاجه وبتاكل كل حاجه، غيرت فكرتها تماما عن الدايت. هي اصلا بتاخد مني الورقه كده في الاول، من بصري كده دكتور هو انت كاتبه كذا وكذا وكذا؟ قلت لها قالت لي يعني انا هاكل كل ده عادي صح؟ طب وانا كده هخس؟ قلت لها تلاقيش. قالت لي ازاي؟ قلت لها ما تلاقيش، هتيجي المره الجايه وتشوفي. ولما جت ولقت نازله نفسها تقريبا كانت 2 كيلو او 3 كيلو، علاقتها اتغيرت تماما بورقه الدايت. هي كان عندها فوبيا اقسم بالله، يعني وانا كنت بطبع لها الدايت كده كنت حاسه انها متوتره جدا وهي بتاخد مني الورقه. بعد كده بقت مستنيه تاخد ورقه الدايت لمجرد ان هي غيرت فكرها عن الدايت، وفضلت مكمله معايا لحد ما نزلت اكتر من 20 كيلو ومن غير ما اللبن يتاثر. ده مهم جدا ان هي بترضع، فهي محتاجه فيتامينز، محتاجه مينرالز، محتاجه كميه فات معينه، محتاجه بروتين معين، محتاجه حاجات معينه لاحتياجاتها هي كواحده بترضع، مختلفه تماما عن اي واحده ست تانية. فهي ان انت تديها احتياجاتها وتنزل في الوزن دي معادله صعبه جدا، ولكن طبعا لما بنبقى احنا فاهمين احنا بنعمل ايه بنقدر نوصل لده. عايزه اقول ايه؟ عايزه اقول لو انت بترضعي او انت حامل اوعي تعملي دايت، اوعي تعملي دايت. لو انت بس ظبطتي اكلك ونوعيه اكلك واكلك كان طازه وبدات ان انت تشتغلي حتى على الاكل الصحي وتقللي سكر وتقللي حلويات لحد ما تمنعيهم خالص وتمنعي الاكل من بره وتشربي ميه كويس وتتمشي حتى في البيت، تتمشي بره، هتخسي وهتنزلي في الوزن، لان اصلا بيبقى حرقك عالي على فكره وانت بترضعي. فانت لازم تبقي انت فاهمه ان سعراتك بتزيد وانت بترضعي عن وانت واحده ما بترضعيش، وبناء عن كده الطاقه اللي انت محتاجاها دي اوعي تقللي منها، ولكن فكري في الكواليتي اللي انت بتاكليها. نوعيه الاكل اللي انت بتاكليه اهم بكتير جدا من كميه الاكل. وصلت؟